أصعب إحساس مش إنك فشلت، أصعب إحساس إنك تحس إنك متأخر عن اللي حواليك، تحس إن الناس كلها سبقتك، كله عداك وإنت ورا الناس كلها، إن الناس بدأوا قبلك ووصلوا قبلك ونجحوا قبلك، وصلوا للي هم عايزينه قبلك، ويمكن اللي هم عايزينه ده أنت كمان عايزه، والمفروض إن أنتوا كنتوا ماشيين في نفس الطريق وأنت لسه واقف مكانك. بس السؤال الحقيقي، هو أنت فعلا متأخر؟ للأسف إحنا اتربينا على جدول زمني، لازم تتخرج في سن معين، لازم تشتغل في سن معين، لازم تنجح كمان في سن معين، ولو اتأخرت سنة واحدة بس تحس إن أنت ضيعت الدنيا وكل حاجة راحت عليك. بس الحقيقة إن مفيش جدول زمني أو جدول رسمي في الحياة دي، كل واحد ليه توقيته الخاص، كل واحد بيعيش حياته زي ما هي مكتوباله بالتوقيت، بينجح في الوقت اللي مكتوب له، بيوصل لكل حاجة في الوقت اللي مكتوباله. الفكرة إن أنت بتقارن كواليس حياتك بلقطات سريعة من حياة ناس تانية. مثال، أنت مثلا هدفك إنك تتشهر، وشفت واحد تاني في نفس سنك، المفروض إن أنت شايف إنه تقريبا عنده ظروفك، مع إن دي مش حقيقة، بس هو الفيديوهات بتبقى مصورة لك كده. أنت مجرد بتشوف لقطات سريعة من حياته في فيديوهات هو أصلا اللي مصورها لك، يعني هو متحكم وهو عارف هو بيقدم لك إيه. فأنت بتشوف لقطات سريعة من حياته أو من حياة ناس تانية أيا كان، بتشوف النتيجة، ما بتشوفش السنين اللي قبلها، ما بتشوفش اللقطة اللي صورها لك اللي هو نجح دي هو عانى قد إيه قبلها، أو عمل إيه قبلها. باختصار، بتشوف الإنجاز، ما بتشوفش القلق، ما بتشوفش المحاولات، ما بتشوفش السقوط، ما بتشوفش قد إيه هو اتأخر، قد إيه هو تعب. فطبيعي بتحس إن أنت بتأخر لما تقارن بداية طريقك بنهاية طريقه هو. في ناس بدأت متأخر جدا ونجحت أكتر من ناس بدأت بدري. طب ليه ده ممكن يحصل يعني؟ عشان النضج بيخليك يعني أهدى، بيخليك أوضح، بيخلي شخصيتك بتبقى اتحسنت وعرفت حاجات أكتر من ما كنت زمان، بيخليك أكتر وعي، بيخليك أقل في الاندفاع، مش متهور، خلاص بقيت راسي كده زي ما بيقولوا. فأحيانا التأخير بيخليك تنجح صح، وبيخليك تنجح بالشكل المطلوب وبالشكل اللي أنت عايزه. فالمفروض إن أنت بدل ما تسأل أنا ليه اتأخرت، المفروض تسأل أنا هعمل إيه من اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي. خلاص اللي عدى عدى واللي فات فات، أنت في دلوقتي، لأن الوقت اللي راح خلاص راح، إنما الوقت بتاع دلوقتي، الوقت اللي جاي ده لسه في إيدك وأنت الوحيد المتحكم فيه. يمكن المشكلة مش إنك متأخر، يمكن المشكلة إنك مستني اللحظة المثالية. مفيش حاجة اسمها لحظة مثالية، في حاجة اسمها لحظة قرار، القرار اللي انت بتاخده. على فكرة، يمكن انت ما تكونش بتأخر ولا حاجة، يمكن انت بس اصلا ما بدأتش وما جربتش تبدأ. كل يوم بتأجل فيه البداية هو اليوم الحقيقي اللي انت بتضيعه، وفرصة بتضيعها على نفسك. مش مهم امتى تبدأ، المهم انك اصلا تبدأ. يمكن اللحظة دي هي الوقت الصح. ابدأ.